خوتي المغاربه، السلام عليكم ورحمه الله. عزيز غالي امام القضاء، نعم، بعد رفع عده جمعيات ومنظمات حقوقيه شكايات بعزيز غالي بخصوص التصريحات الاخيره ديالو اللي اعتبروها يعني مواطنين مغاربه بانها ضد التوجهات ديالهم وضد المبادئ ديالهم. وانا شخصيا اشمئزني ذاك التصريح. عزيز غالي اللي كان قال ودي بانه ما كيأيدش المبادره ديال الحكم الذاتي، علاش؟ بانه خاصو يكون واحد القرار يعني يرضي جميع الاطراف، والاطراف المتداخله في القضيه ديال الصحراء المغربيه ديالنا هي موريتانيا والبوليخاري والجاره الشرقيه المعاديه للتوجهات ديال المغرب ومعاديه ديال السياسه ديالو ومعاديه بزاف ديال الحوايج ديالو. فانا غنخليكم مع واحد التصريح ديال عزيز غالي اللي هو متناقض فيه مع نفسه وعلى هذاك الشيء اللي صرح بخصوص القضيه ديال الوحده الترابيه. سمعوا معايا مزيان هذا المقطع ديال الفيديو وحلوه وكونوا كاملين اذان صاغيه. سمعوا الاخوان. على الاقل في الجمعيه واضح كيدير التعدد تنطردوه. كانت عندنا حالات في الجمعيه ان كانت حاله ديال التعدد وتم فصلهم من الجمعيه، ولكن من حقه. لا من حقه احترام. احنا من المبادئ الاساسيه احترام حقوق الاخر، حقوق المراه. لا، حق واحد الانسان مسلم معك في الجمعيه والاسلام القران تيقول له حق في التعدد، انت ولكن احنا راك هضمتي حقه. لا ماشي حقه، لا انا هذه مبادئ الجمعيه هي هذا. كما سمعتوا عزيز غالي قام بالطرد ديال احد الاعضاء ديال الجمعيه ديالو لا لشيء ما، قال لك حيت خالف المبادئ ديال الجمعيه. وهذا الشخص هذا شنو قام بالتعدد، تزوج. هنا غنطرحوا واحد الاستفهام وواحد العلامه ديال التعجب. انسان لم يخالف شرع الله ولم يخالف القوانين والاعراف المغربيه، منبوذ من طرف الجمعيه المغربيه التي تدافع عن حقوق الانسان. وشنو هو اللي مرغوب فيه عند عزيز غالي؟ هما العلاقات الردائيه. انسان ماجور فاكسيني، راشد وراشده، قاموا بعلاقه خارج اطار الزواج، سبحان الله، الزنا، ولينا نسموه العلاقات الردائيه. هذاك مرحب به. اذا عزيز غالي الا كان انسان خالف غير المبادئ القانون الاساسي ديال الجمعيه قامتوا بالطرد ديالو، كيفاش انت خرجتي بهذاك التصريح اللي مخالف للمبادئ ديال المغاربه والقوانين والاعراف والحقوق الى اخره، الا وهي قضيه الوحده الترابيه الصحراء المغربيه؟ ملي خرجتي هذاك التصريح اذا انت خاص تكون انسان غير مرغوب فيه. انت انسان راك خالفتي القواعد والقوانين معمول بها في المغرب. واذا رجعتي التصريح ديال الحسن الثاني في احد الجرائد يعني الفرنسيه، كان قال لي مودي بان الانسان الا كان عنده موقف من قضيه الصحراء المغربيه هو اجنبي فموقفه لا يهمنا، يقدر يكون ما يعرفش. اما لا كان مغربي وكيقول بان الصحراء ماشي مغربيه وبان حق مقترح حكم ذاتي ديك الساعه ما كانش في عهد الحسن الثاني، فهذيك كلام اخر، فهذيك جريمه يعاقب عليها القانون. منظمات حقوقيه رفعات شكايات. وانا ماشي مع السجن ديال عزيز غالي، والله العظيم انا ماشي مع السجن. عرفتوا علاش؟ حيت عزيز غالي لا تسجن هذوك الاعداء ديال الوحده الترابيه غيصنعوا منه بطل. وانا اخر حاجه نتمنى لعزيز غالي في السجن، حاجه اللي كتشفع عليه هي المواقف ديالو تجاه الطبقه الفقيره والطبقه الهشه. ولكن هذا لا يمنع بانك تكون محط الانتقاد بسبب التصريحات ديالك، ونتمناك بانك تراجع عليها. الاختلاف لا يفسد في الود قضيه، ولكن اذا كانت تمس بالوحده الترابيه فهو يفسد في الود قضيه. عزيز غالي فهاد التصريح هذا اللي سمعتو دابا وسمعوا جميع المغاربه فالقضيه واضحه. الا ما كنتيش كتقبل على راسك شي حاجه، كيفاش الناس بغيتي يقبلوا التصريحات ديالك وتفرض عليهم التصريحات ديالك وديال الجمعيه؟ المطلب دابا الاساسي هو شنو هو؟ الا كانت هاد الجمعيه ديال عزيز غالي تخالف التوجيهات الملكيه والتوجيهات الساميه والسياسه المعمول بها داخل الدوله المغربيه، دابا عندنا ما نديروا بها. ندافعوا على حقوق الانسان، وي. علاش كندافعوا مثلا على ايران وعلى حزب الله وكنآمنوا بالقضيه ديال الوحده الفلسطينيه وبان الاحتلال الاسرائيلي هو احتلال غاشم وخاصو يخرج، وبان الشعب الفلسطيني لن يسمح في حبات من ترابه، وملي كنجيو تلقى القضيه الوطنيه وكنبداو نديروا المزايدات؟ علاش كنشدوا حزب الله وايران وكنبداو نمجدوا فيهم بانهم هما المقاومه والجناح ديال المقاومه والقضيه الفلسطينيه؟ حنا مع القضيه الفلسطينيه، ولكن القضيه الاساسيه الوطنيه علاش ما كناخذوهاش بعين الاعتبار؟ علاش ما كندافعوش على بالسماته؟ علاش ما نحاولوش نوجهوا الشعب؟ علاش ما نحاولوش حنايا كمؤثرين وانتوما كناس كتعطيو الارقام وكجمعويين تحبوا المغاربه في الوطن ديالهم، تزيدوا اكثر تحبوهم في الوطنيه ديالهم وتعطيهم صوره جميله على الوطن والوطنيه؟ عندنا مشاكل، هادشي عندنا مشاكل وعندنا فساد ومفسدين بالعرام وبالالوفات، هادشي نتفقوا فيه، ولكن قدر الحاجه اللي نختلفوا فيها
هي الوحده الترابيه. غيقول لي يحضر شي ناس بعض التعليقات لا والرفيق والزميل، دوك المصطلحات انا لا يهمونني ولا يخصونني. الرفيق الزميل كذا هذاك الشيء انا ما عندي ما ندير به، انا كنشوف القضيه الوطنيه. وكاين بزاف دابا من الجاره الشرقيه والبوليزاريو راهم متبعيني هنايا في القناه، غيبداو المخزن المخزاني العياشي القرعه دارت المفعول ديالها الى اخره. الا كان الحب ديال الوطنيه فيه القرعه وفيه مخزني وفيه عياشي، انا مخزاني وعياشي وقولوا اللي بغيتوا تقولوا، ولكن الوطن فوق كل شيء الاخوان. احنا كنشوفوا الناس في غزه كتضارب على رقعه جغرافيه وكتقاتل، وناس ما عرفت شنو عايشين في مجاعه وما عرفت شنو عندهم، وحب الوطنيه وحب الوطن ديالهم. علاش حنايا ما يكونش عندنا الحب ديال الوطن والوطنيه؟ بطبيعه الحال المغاربه بزاف عندهم حب الوطن والوطنيه، ولكن ديك القله الاقليه حتى هي ما بغيناش تكون بانها مخالفه علينا، حتى هي بغينا نزرعوا فيها حب الوطن وحب الوطنيه. عزيز غالي، انت كتخدم الاجندات معاديه للوحده الترابيه. عزيز غالي، رانا كنتفرج في الجرائد الالكترونيه ديال الجزائر، راه صانعين منك بطل، ومن ضمنهم هذاك الانفصالي، ذاك الجناح الاعلامي ديال بوليخاريو، هذاك راه كيضل يطبل بك وكيضل يمجد فيك بخصوص التصريح اللي خرجتي به. يعني كاع داك الشيء اللي كيبني فيه المغرب كيجي واحد الوجه اعلامي معروف كيهدموه في دقيقه، كيوليو يقول لك هادو هما الاراء ديال المغاربه ولكن خايفين يقولوها، مع العلم هذاك ماشي هو الراي ديال المغاربه. ناس راه الجاليه المغربيه اللي هي في اوروبا وكتقاتل على وديت بلادها، راه شي ناس كيحرقوا من المغرب بسبب الفقر والتهميش والبطاله، كيحرقوا وكيركبوا قوارب الموت وكيغامروا بحياتهم، وملي كيمشيو يبنيو مستقبلهم تمايا في الدول الغربيه كيرجعوا لبلادهم وما فرحانين وهازين الرايه المغربيه وكيجيبوا وليداتهم من المغرب. علاش؟ حب الوطن مزروع فيهم، راه واخا خارجين منه حقدا، ولكن ملي كيسال عليهم الله كيرجعوا ليه حبا، يقول المغرب حنا ما لقيناش بحالو. فما نجيوش هذاك الشيء اللي كيبنيو فيه ناس سنين وناس قاوموا سنين تهدموا عزيز غالي بين عشيه وضحاها. حيت كون كانوا بالفعل وحدين من العائله ديالك من الضحايا ديال الاكديميزيك، ولا كون كانوا واحد من العائله ديالك ديال الناس الجنود اللي كانوا كيتعرضوا للتعذيب في مخيمات العار، ولا كان واحد من عائلتك من الجنود المرابطين في الحدود باش يحميو ويسهروا على الحمايه ديالنا حنا كمواطنين، ما يكونش الكلام ديالك هو هذا. واش بغيتينا ترجعنا بحالنا كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه؟ زعما لا داوها البوليزاريو، راه والله لا تخليها المغربي الفيزا يحيدوا هذوك الناس. قطعه من الارض ديالنا يحيدوها لينا ناس، لاش نبداو نجزئوا في المغرب ديالنا؟ الريف باغي الاستقلال ديالو، الجنوب باغي الاستقلال ديالو، الشرق باغي الاستقلال ديالو، الغرب باغي الاستقلال ديالو، الداخل باغي الاستقلال ديالو. واشنو دار الاستفتاء وتقرير المصير؟ راه هادو هما الورقتان اللي كيلعبوا بها اعداء الوحده الترابيه. واش كاين شي واحد يدير استفتاء على ارض من الاراضي ديالو؟ تقرير المصير، تقرير المصير ديالاش؟ لا شعب، اي شعب، اي شعب، لا الشعب الصحراوي. شفت الشعب الصحراوي؟ شفت الشعب الصحراوي؟ يا شعب مغربي من طنجة للقويره. كيفانا لاعبين بالمصطلحات الاخوان، كيفانا لاعب بالمصطلحات. هذه كانت رسالتي موجهه لغالي، وكما قلت لك انا اخر واحد كنتمنى لك السجن، ونتمنى بان الرساله توصلك وبان الميساج تستوعبه، ونتمنى بانك تعتذر وترجع على الافكار والاراء ديالك. تحياتي.